وندوزو مباشرة للضيف الأولاني ديال حلقة اليوم واللي هو السي الوردي الناطق الرسمي ديال فريق هلال الناظور. مشكور على التواصل ديالو. تيقول لي غير سيف عندنا فاصل إشاري قصير ونهضروا على فريق هلال الناظور. مواصلين في مارسوات، باقي معنا السي محمد فرني كيف قلنا، معنا الناطق الرسمي ديال فريق هلال الناظور السي محمد الوردي. مرحبا بكم سي الوردي. شكرا سي مهدي بن علال، تحيه للاستاذ محمد فرني وكاع المستمعين ديال راديو مار. حنا اللي كنحيوكم وشكرا على التواصل ديالكم. اكيد انه كان الخبر الاولاني اللي بيحاولنا نتصلوا بالمسؤولين ديال فريق هلال الناظور هو تغيير المدرب والتعاقد مع السي عمر حاسي. ففي هذا الجانب اش تقدر تقول لنا السي الوردي؟ بطبيعه الحال السي مهدي، بالنسبه للسي محمد الاشهبي قدم الاستقاله ديالو ظروف صحيه واخرى قاهره. كنشكره على كل ما قدم الفريق هلال الناظور، سواء الموسم الماضي اللي توج بالصعود للقسم الاول هوات، وحتى في هذا الموسم اللي حقق فيه نتائج ايجابيه وخلى الفريق في المركز الثاني بفارق نقطه على المركز الاول. كنتمنوا له كل التوفيق والنجاح في المسيره التدريبيه ديالو، كما كنتمنوا التوفيق ايضا للمدرب الجديد الاطار الوطني السي عمر حسي في تحقيق طموحات والامال ديال الجماهير الهلاليه. نعم، والطموح ديالكم اكيد غادي يكون شويه هو تحقيق الصعود، ولكن الحقيقه ولا الواقع لربما فيه اكراهات اللي تتصعب الامور. ما نكذبش عليك السي الوردي، بزاف المستمعين تيتصلوا بينا تيهضروا على مدينه الناظور بشكل عام، ماشي غير على الهلال ولا الفتح ولا على كره القدم النسويه، ولكن ذاك التمثيليه في القسم الاحترافي الثاني شويه تعطلات بالنسبه للانديه ديال الناظور. بالنسبه لكم اهداف هذا الموسم والطموحات ديالو في ظل هذا الشيء كامل اللي معروف، وحتى بالنسبه للتعاقد مع السي عمر حسي؟ بطبيعه الحال كما قلت السي مهدي، حنايا كمسير الطموح ديالنا هو الطموح ديال الجماهير ديال الهلاليه والناظوريه بشكل عام، والا وهو العوده الى الاقسام الاحترافيه، يعني المكان الطبيعي ولا المكانه الطبيعيه ديال هلال الناظور. وكما قلتي كاين مشكل ديال الدعم المادي ديال هذه المدينه، والمشكل واخا كاين شويه دعم من المجلس البلدي والمجلس الاقليمي وحتى ديال عضبه الشرق، ولكن كيبقى غير كافي باش تحقق الصعود يعني القسم الموالي، وحتى كيسميتو يعني المكتب المسير كيكمل من عنده باش يكمل الموسم. وكنتمنى ان شاء الله يكون يعني دعم من المؤسسات الاقتصاديه ورؤوس الاموال الى اخره في المدينه. وهذا هو المشكل اللي عندنا، والمشكل الاكبر هو حتى هو مشكل مطروح ديما كيتكرر، وهو البنيه التحتيه في المدينه. وهذه هي المشاكل ديال مدينه الناظور اللي معروفه كما قلتي للجميع. للاسف. سي محمد فرني، اكيد بغينا تعليقكم على كلام السي الوردي، وكذلك السؤال الاولاني غير هو السي محمد، واش ما تشوفش واحد القضيه ملي تنقولوا مدينه خصها الدعم او المجالس المحليه، وقيل انا تنظن من غير الدعم ديال غادي نعطيك 40 مليون 50 مليون حتى 100 مليون ولا 200 مليون، انا تنشوف وقيل الافضل رجعوا لداك الشيء القديم. الا كانت غتدعمني المدينه غتضغط على الفاعلين الاقتصاديين بطرق مباشره او غير مباشره باش تقول لهم ساهموا في الرياضه، ونمشيو عند هذه الوحده ونقول لها انت غتعاوني الهوند، وهذه الشركه هذه انت غتعاوني الفرقه المدينه، وهذه المؤسسه غتعاون مع الفوتسال مثلا. ما عرفتش واش هذه المساله هذه ربما انا مثلا ماشي تنتجاهل المسائل القانونيه، ولكن ما تشوفش انه خص تكون مساهمه بهذا الشكل هذا، يعني ماشي غير نعطيوكم دعم من الصندوق ديال المجلس اكثر ما اننا نقلبوا لكم على موارد كذلك، بغض النظر على المجهودات اللي خصها تكون المسؤولين، ويكون عنده كي تنقولوا لي كونتاكت ويتصل بمجموعه من الفاعلين باش يعاونوا الفرقه. اش تقول في هذا الشيء السي محا؟ لا الا سمحتي لي غادي نرجع غير بعجاله مع السي الوردي. المساله ديال تغيير المدرب، راه في السنه الماضيه يعني في هذه الفتره هذه كان مشى المدرب الاولاني اللي هو محمد فتحي. الان مع بدايه البطوله تيمشي محمد الاشهبي كيتير اكثر من علامات استفهام، واللي ما عرفت سمعت دابا المبرر هو انه تيمر بظروف صحيه قاهره. فملي كنلقى السي عمر حسي تنعرف لاعب سابق ديال الوداد الفاسي والمغرب الفاسي والمنتخب الوطني، فكنشتغل اكثر من موسم رياضي مع محمد الاشهبي. واش محمد الاشهبي اللي اقترحوا عليكم؟ بالنسبه لهذه القضيه ما دخلتش فيها شخصيا، يعني ما يوفوا السي الاشهبي يحسوا الاستقاله ديالو، يعني المكتب المسير دار العمل ديالو وتواصل مع عده مدربين منهم السي عمر حسي
تم الاتفاق مع الاستاذ عمر حتى لتولي تدريب الفريق. ما عندكمش فكره. واخا سي محا نمشي للسؤال اللي طرحتيه انت السي المهدي جاوبنا عليه السي الوردي. نعم ونعلقوا عليه. نعم السي الوردي، واش ما تشوفوش انه خصكم تشوفوا مع المسؤولين يهضروا لكم مع نعم ديال التناظر، ما يعني فاهمين الدار كاين مسائل صناعيه ومسائل يعني كاين منين تلقاو الموارد الا تدخلوا هاد السلطات باش يهضروا مع الناس يجيو يتقربوا من الفرقه الا كانت شي حاجه ما عارفينهاش. بطبيعة الحال حنا ما كرهناش، حنايا الابواب ديالنا مفتوحه يعني اي واحد بغى يساهم مع الفريق، اي واحد بغى يدعم الفريق الابواب مفتوحه. وكما قلتي حتى هذه فكره ممتازه انه المجالس حتى هما هادشي اللي كان هادشي اللي كان في التسعينات والبدايات الالفينات، هادشي اللي كان تمشي عند الوالي ولا العامل هذه مساله يقدر يدير معاك. هذا الشيء اللي كنتمنى ان شاء الله. باش يعني كما كنشوفوا ان الفريق يعني دابا كيدير واحد بعد 7 سنين في قسم ديال عصبة الشرق بقدوم الرئيس الجديد السي محمد المجعيد. يعني كاين يعني مستوى كبير كيقدموا الفريق، يعني صعودين على التوالي اللي عمرها ما كانت وقعت في هلال الناظور، من القسم ديال العصبة ديال الشرق الى القسم الثاني هوات، والقسم الثاني هوات الى القسم الاول هوات، واليوم عاوتاني كننافسوا. يعني كنشوفوا نتائج ايجابيه. كنتمنوا يعني حتى الفاعلين الاقتصاديين يعطيونا يدهم ويعاونوا هذه الفرقه باش تمثل مدينه الناظور اللي تستاهل يكون عندها فريق في القسم الممتاز ولا القسم الثاني احترافي. ونتمناو يسمعنا شي حد. سي محا السي المهدي للاسف الشديد راه حنا وجهنا اكثر من يعني شحال من رساله مفتوحه وجهناها للمسؤولين في مدينه الناظور اكثر من مره، خصوصا لما كنتكلموا على الملعب، لما كنتكلموا على وضعيه الفرق ديال الناظور، خصوصا انا هلال الناظور فسبق له انه لعب في القسم الوطني هو كيستقبل الوداد والرجاء والجيش والفاتح في الملعب البلدي ديك الساعه الارض يعني صلبه. الفريق ديال فتح الناظور وهلال الناظور سبق لهم تلاقاو ايضا، كانوا الديربيات ديال المجموعه الوطنيه الثانيه للنخبه. فتح الناظور كان هادي 3 سنين ولا كان غادي يصعد ولا واحد تحرك. الان الفرق غير تتقاوم راسها، ما كاينش ما عرفتش. وخصوصا انه يمكن في واحد السنه يمكن في 94 كانت مدينه الناظور مرشحه لاحتضان يعني مباريات ديال كاس العالم. الناس ما عرفتش انا واش ما عاطينش اهميه الرياضه، ما كيعتبروهاش انها واحد يعني عامل من العوامل ديال التنميه. ما عرفتش السي المهدي. التساؤل ديالك السي محا ما نقدرش نشوف السي الوردي الا بغى يعطينا شي اضافه في هذا الجانب. اش واقع عندكم؟ واحد النقطه اللي مهمه اللي اشار لها السي محا اثني، وهي ان الناظور كانت ضمن الملفات ماشي غير ملف واحد ديال 94 وانما كاع الملفات ديال اللي تقدم بها المغرب او المملكه المغربيه لتنظيم المونديال. ديما الناظور كانت متواجده من 86 فاش قدموا الملف ديال 95 حتى الاخير ملف ديال 2026. الناظور كانت ديما متواجده في تنظيم المونديال، خصوصا وان المدينه يعني مدينه ماشي مدينه صغيره، عندها مشروع اكبر من غادي يكون فاش يتسالى جميع الاشهر ديالو غادي يكون اكبر من في افريقيا اللي هو ميناء الناظور الغرب المتوسط. وعندها مشروع سياحي ديال مارتشيكا اللي فيه 7 مدن سياحيه، يعني غير الاسره ديالو غادي يعني مجموع الاسره غادي يوصل 85,000 سرير. وعندها مطار اللي كيستقبل حتى 2 مليون مسافر، وعندها يعني موقع جغرافي ممتاز. الشواطئ عندها كاقليم الناظور فيه اكبر عدد ديال الشواطئ 26 اكثر من 26 شاطئ غير في المدينه ديال الناظور ومختلفين يعني سياحيا وكذا. والمنطقه ديالها يعني تستاهل ان مدينه الناظور ماشي غير يكون عندها مركب رياضي، تستاهل انه يكون عندها تكون ضمن المدن اللي غتنظم ان شاء الله المونديال ولا كاس افريقيا. وكيبقى السؤال مطروح، علاش مدينه الناظور كتشكل استثناء وعلاش عندها غير ملعب ديال ما كاملش 2000 متفرج يعني 1800، خصوصا اننا دابا هلال الناظور دابا ما بقيناش كنبغيو زعما كنقولوا للجمهور اجيو للملعب. دابا ولا الملعب ديما عامر. كان عندنا في القسم الاول هوات الملعب بالعام اللي فات كنا في القسم الثاني هوات، والملعب كان كيعمر عن اخره. يعني دابا الجمهور ديال الهلال ما كيلقاش فين غادي يتفرج في الفريق ديالو. يعني واحد المشكل كبير جدا ديال البنيه التحتيه. ودابا كتزاد واحد المشكل اخر ديال انه الملعب واحد
الملعب ديال التدريب عندنا في الناظور حتى هو 3 شهور وهو كيتبدل ليه العشب الاصطناعي اللي خلى ان الملعب البلدي ديال الناظور يعني كيمارسوا فيه شي 5 ولا 7 ديال الفرق، سواء تدريب حتى الفئات السنيه دابا ولا كرة القدم النسوية حتى الفرقة تامر غاديين بالبركة. تكلمت مع السي رشيد البارح القسم الاحترافي الثاني. القسم الاحترافي الثاني وحتى هما في نفس الملعب، يعني واحد الكالوندغي عامره ديال الملعب ديال البلدي ديال الناظور. وللاسف تاخر الاشغال في الملعب ديال الشبيبه والرياضه اللي كما قلت لك من اهون غير الملعب ديال التدريب خلى وقع واحد الضغط كبير على واحد الملعب صغير جدا. وكنبقى يعني ديما غنختم بهذا السؤال، علاش مدينه الناظور ما عندهاش ملعب يليق بها؟ والتساؤل في محله لانه طول هذا الشيء هذا. بغض النظر على هذه المسائل كامله، ان شاء الله الخطوات اللي ناويين تقدموا عليها كفريق خصوصا بعد تغيير المدرب، شنو هما الامور اللي واقفه لها في نظركم الى الناظور باش على الاقل يكون منافس بشكل مباشر لتحقيق الصعود، ولما لا يحقق نتائج اللي حتى ما طلعوش لفتح العام الجاي ديروا لنا الديربي؟ ان شاء الله ان شاء الله. كيفاش ان شاء الله؟ قول بعدا الفتح طلع. توحشنا كسميتو الديربي الناظوري ما بين الفتح والهلال بكل صراحه، يعني توحشنا في القسم الثاني ماشي في القسم الوطني. ان شاء الله وهذا الشيء اللي بغينا حتى في القسم الثاني ولا القسم الاحترافي، علاش لا؟ يعني خص يكون عندنا طموح كبير ان شاء الله ونستاهلوا، يعني ماشي زعما للاسف كما قلت لك الناظور كتشكل الاستثناء. الا جينا غير نشوفوا مدن الشمال راه كلهم كان عندهم فرق مؤخرا في القسم الاحترافي، طنجة، تطوان، الحسيمه، بركان، وجده، الا الناظور سبحان الله للاسف. ونتمنوا احنا المكتب المسير كيدير مجهودات كبيره ان شاء الله وباش ننافسوا على الصعود كما درنا العام اللي فات والعام اللي قبل منه، وبمجهودات كبيره ديال الرئيس محمد المجعيد. نتمنوا يكون الخير، هذا الشيء اللي ان شاء الله اللي بغينا. بالتوفيق. سي محمد عندك شي سؤال للسي الوردي؟ سي محمد الى حد الان النتائج، نرجع للنتائج، يعني الفريق راه نتائج ايجابيه. صحيح انه كان هازم في الدوره الاولى ولكن مع من هازم مع اجاكس طنجه، راه فريق اللي هو ايضا الان هو في المقدمه مؤقتا، ومن بين 4 ولا 5 ديال الانديه اللي غادي يتصارعوا على المقدمه، بمعنى ان هلال الناظور حتى هو تنشوف انا عنده حظوظ، يعني انتصر في 3 المباريات وتعادل 2، يلا انهزم في مباراه واحده، وتتلقى بانه حتى يعني انه عنده تركيبه بشريه مهمه. هادشي كله يمكن يساعد، بالرغم من هذاك الشيء كامل نخليو المساعدات والمنح وكذا وكذا، وحتى ذاك المعمل ديال زيو ما عرفت يعني ديال الحديد ما عرفت لاش ما عرفتش الدور ديالو مع الرياضه. اذا ممكن انه الناظور يبقى منافس. ونتمنوا له بطبيعه الحال هلال الناظور حاليا عنده نتائج ايجابيه، يعني كما قلتي 11 نقطه ومن 6 المباريات، يعني حاليا نتائج ايجابيه، ونتمنوا يواصل في هذه المنحه، مع انه هو هذا القسم شويه صعيب وحتى كاين تقارب ديال النقاط، يعني كتلقى المركز التاسع والمركز الاول بيناتهم غير 3 النقاط حاليا، يعني في كبدايه ديال الموسم. وفيه كاين فرق في المستوى، فرق عندها مدارس كرويه وفرق يعني مستوى ديالها عالي ومتمرسه في القسم لمده طويله، وكنتمنوا الهلال الناظور يحقق نتائج ايجابيه وينافس على الصعود، لما لا. شكرا لكم سي الوردي. كلمه اخيره تقول خصوصا الجمهور ديالكم اللي كيف قلتوا دائما تيدعمكم وتيكون حاضر في الماتشات ديالكم بخصوص المستقبل ديال الفريق هذا العام؟ بالنسبه للجمهور بطبيعه الحال كنوجه له تحيه كبيره، الجمهور ديال الهلال الناظور اللي كاين داخل وخارج ارض الوطن، يعني الهلال عندها قاعده جماهيريه كبيره، وكتلقى ربما الفريق الوحيد اللي الجماهير ديالها كندوي هنا على التخافي دايم، اللي كتنقل مع الفريق في جميع المدن. حاليا مشاو للاصيله، جاو لمدينه الدار البيضاء، مشاو للمريت، يعني كاين تنقل ديال مع الفريق. وحتى الهلال الناظور باش نشير لواحد الحاجه، انه عامين يعني موسمين ما انهزم حتى في شي مباراه في الملعب البلدي ديال الناظور، يعني كتكرار واحد الانجاز داروا في موسم 87 88 امام يعني الانديه ديال القسم الممتاز، الرجاء، الوداد والجيش الملكي، حتى فريق ما قدر يضحي الى الناظور في ذاك الموسم في الملعب ديالو. كذلك دابا راه
موسمين على التوالي هلال الناظور لم ينازف امام جماهيره، وكنتمناو نكملوا في هذه المنحه، وكنشكروا الجماهير على الدعم ديالها وعلى التنقلات ديالها في كاع الاماكن اللي كيتنقل لها الفريق، وحتى الحضور ديالها في الملعب البلدي ديال الناظور، خصوصا اليوم عندنا مباراه مهمه نتمناو نحققوا فيها نتيجه ايجابيه بدعم الجماهير بطبيعه الحال. بالتوفيق لكم، شكرا بزاف سي محمد الوردي الناطق الرسمي ديال فريق هلال الناظور.